بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نعملوا مع بعضنا وصفة روعة بحول الله باش تعجبكم برشا. باش نعملوا وصفة البروكلو الأبيض ولا القرنبيط كما يسموا فيه برشا عباد أخرين معناها في مناطق أخرى، أما احنا توانسة البروكلو هو الأبيض. باش ننظفوها نحول الورق متاعها، نحو القلب زادة، نقصوها زهرات نغسلوها بالباهي، نحاول نحركوا معناها كعبات البروكلو في الماء باش تنحى الغبرة، تنحى التراب، إذا كان ثم شوائب زادة ننظفوها بالسكين. تو بعد ما نظفنا كعبات البروكلو نحطهم في كسرونة، نصب عليهم الماء، نحط عليهم مغرفة ونص ملح، نزيدوه مغرفة صغيرة، مغرفة ونص ملح، مغرفة قهوة معناها مش مغرفة كبيرة، مغرفة صغيرة زادة كركم، ونحطوهم فوق النار يتفوروا. نفوروهم ماذا بينا ما يطيبوش برشا اللي يبدو يتفتفتوا، وفي نفس الوقت ما نخلوهمش كسحين، نسقطروهم تويكة. ومن بعد نحطوا كعبتين عظام في صحفة، نحطوا عليها شوية توابل. أنا حطيت فلفل أكحل وكركم، اللي يحب يضيف نوع من التوابل الأخرى زاد حر. وفي صحفة أخرى حطينا الفرينة، وفي نفس الوقت حطينا الزيت متاعنا يسخن فوق النار، زيت نباتي ماذا بيكم. نحطوا كعبة البروكلو في العظم، بعد في الفرينة، بعد نرجعوها للعظم، ومن بعد نحطوها في الزيت. في نفس الوقت كما معناها نكرروا الطريقة هذه مع الكعبات البروكلو الكل. وماذا بينا نقلبوا كعبات البروكلو على الجوانب الكليكة باش ينضج بالباهي وما يبقاش معناها ني كما نقولوا. وقت اللي يصير اللون متاعه ذهبي نحوهم سقطروهم. تو حضر البروكلو متاعنا، شوفوا المنظر اللي فيه كيشهي، روعة ما بنا. المطعم زاد روعة، صدقوني روعة، وجربوها بحول الله باش تعجبكم برشا، وباش تعملوها برشا مرات، باش يطلبوها منكم صغاركم، باش يطلبوها منكم أزواجكم. أكلة بصراحة تعجبني برشا، أنا واحدة من الناس. وصحة وبالشفاء ليكم.